ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي ولذيذه، بس اسمها غريب شويه. اسمها كيك ام وشين، لانك ممكن تقدميها على الوشين. بس انا متاكده ان هي هتعجبك قوي، ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. الكيكه النهارده مش هنستعمل فيها لا دقيق ابيض ولا سكر. محتاجين كوبايه تمر، هنفصصها بعد طبعا ما تغسليها كويس، وهننقعها في كوباية لبن سخنة قوي لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة حطيها في الخلاط واضربيها كويس قوي لمدة 5 أو 6 دقايق لحد ما تاخد القوام ده كده. محتاجين كوبايتين دقيق شوفان، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكربونات، معلقة صغيرة قرفة، نص كوباية مشمش مجفف وزبيب، ونص كوباية جوز هند. لو عايزة تلغي المشمش المجفف مش عندك مش مشكلة، خليها زبيب وجوز هند بس. 4 بيضات، عليهم معلقة فانيليا، عليهم معلقة خل ورشة ملح ونص كوباية زيت. الكوبايات اللي مستعملاها النهاردة كوبايات معيارية. هنضرب بقى البيض والزيت مع بعض بالمضرب لحد ما يبقى بالقوام واللون ده كده. بعد كده هنزله على المكونات الجافة واحط عليهم التمر باللبن، وهقلب بقى كويس كده. قلبي كويس وهاتي من تحت، دقيق الشوفان بيبقى تقيل شوية، قلبيه كويس. اخر اضافة بقى معلقتين عسل ابيض. الصينية اللي هستعملها النهاردة مقاس 24. دهنتها بمعلقة زبدة كبيرة كده، وبعدين حطيت فيها معلقتين سمسم كبار. بطني الصينية كويس قوي بالسمسم من تحت ومن الجناب، ما يبقاش فيه حتة كده مش متبطنة بالسمسم بالشكل ده. الفرن مسخناه دلوقتي على درجة حرارة 170. هنحطها على الرف الوسطاني، أخدت حوالي 40 دقيقة. حطيت بقى الكيك اهو في الصينية، وبعدين زينت الوش بقى بشوكليت شيبس وبزبيب وبحبة شوفان، حبة كاملة. بعد ما تحطي بقى الحاجات دي بمعلقة كده وبالراحة تضغطي عليها لتحت علشان تثبت الحاجات اللي حطيناها للتزيين دي تثبت على الكيك بالشكل ده كده، وندخلها بقى الفرن. هتطلع بالجمال ده كده. انا ما كنتش متخيلة ان هي تطلع حلوة قوي كده، لذيذة جدا. السمسم اللي محطوط تحت بقى ممكن تقدميه بالشكل ده كده. السمسم بقى متحمص وطعمه طالع جميل قوي. وال يعني ده شكل وده الشكل التاني، الاتنين احلى من بعض. ممكن تقدميها كده او كده، وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.